تعالى اقولك، لو محتاره النهارده في الاكل مش عارفه تعملي اكل ايه، في 10 دقايق بالظبط تعملي احلى طاجن سجق بالشكل اللي انت شايفاه ده. شايفين شكله وجماله؟ بجد خطير. شايفه شكل السجق؟ تحفه. تعالي ابداي معايا الفيديو وانا اقولك السجق القمر ده عاملينه ازاي. اول حاجه معايا طاسه على النار فيها معلقتين بس من الزيت، هسيبهم يسخنوا. ومعايا السجق بتاعي، معايا السجق لا تقطعيه لا تسيبيه بالشكل اللي انت شايفاه ده. الطاسه معايا سخنت، تنزلي على طول بالسجق. واهم حاجه الطاسه تكون سخنه قوي عشان السجق ما ينزلش الميه بتاعته. شوحي السجق، دي اسهل اكله هتعمليها، تاخدش 10 دقايق. وبعد ما السجق خد معايا اللون الذهبي الجميل اللي انت شايفاه ده، هنزل بمعلقه توم صغيره وهتقلبي. وبعد ما نزلت بالثوم شم احلى ريحه بقى. وتاني حاجه هنزل بيها معلقه صلصه، ننزل بمعلقه صلصه كبيره بالشكل ده وقلبي بقى. هاكلك احلى سجق من غير بصل، والطعم بامانه تحفه. احنا مش بنحمر الثوم ولا اي حاجه، احنا يا دوبك بنطلع ريحته. واول ما تنزلي بالصلصه تنزلي بحوالي 3 أو 4 طماطم على حسب حجمهم، تنزلي بيهم بالشكل ده. وبعد ما نزلنا بالطماطم هننزل عليهم بحوالي ربع فنجان من الميه بالشكل ده. وبعد ما نزلنا بالميه والكلام الجميل اللي انت شفتيه ده، سيبيه بقى يغلي غلوتين وهقولك هضيف ايه كمان. وبعد ما السجق بتاعي غلي غلوتين وبقى بالشكل القمر اللي انت شايفاه ده، هتنزلي بقرن فلفل. ما تنسيش احنا لسه ما حيقناش ولا حطينا ملح ولا اي حاجه. هنقلب تقلبتين وظبطي لي الملح بتاعه. البهارات اللي هنزل بيها فلفل اسود، مش هتنزلي بحاجه تاني لا، لان السجق متحيق. وقبل ما تنزلي بالملح دوقي الاكل بتاعك، لان السجق بيبقى متحيق من البهارات ومن الملح علشان الاكل بتاعك ما يملحش. خلاص. ومش هنزل باي بهارات تاني، هو مكون بس هنزل بيه هيظبط لي كل الدنيا دي كلها. اخر حاجه هنزل بيها على السجق معلقتين بس من صويا صوص. ليه بقى؟ هيديكي طعم ولون تحفه. شايفه؟ هما معلقتين بس، عشان انا قلت لك الاكله دي ما بتاخدش فعلا الا 10 دقايق. يعلم ربنا ما كملت متهيألي ال10 دقايق وبس كده هنطفي عليه. تعالى اقول لك هعمل ايه. وبس كده خلصناها. عايزه تاكليها بالشكل ده هتبقى جميله جدا. عايزه تدلعيهم بقى، تعالى اقول لك. هتشيلي الطاجن بتاعك وانزلي لي على طول بالسجق بالشكل ده. امسحي لي بس الطاجن بتاعك عشان لما يخش الفرن ما يتحرقش بالشكل ده. وزي ما انا قلت لك اللي انا هضيفه ده دي اضافه، عايزه تحطيها ماشي، مش عايزه تحطيها هيبقى طعمه جميل جدا. بس بصي بقى، حطي لي شويه جبن كده عندك موجودين عندك بقى في الفريزر. وبس كده يا دوبك هتدخلها لي جوه الفرن. الجبنه بس هتسيح 3 4 دقايق وقدمي بقى السجق بتاعي. هروح ادخله الفرن وارجع لك. وبس كده هيبقى معاكي احلى طاجن سجق بالشكل اللي انت شايفاه ده. اتمنى ان انت تجربيه ويعجبك.